بسم الله وتكلنا عليك يا الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، جمعه مباركه. تفضلوا معايا الكوزينه خياتي. اليوم رايحين نحضروا هذه الوصفه واللي نقدموها بطريقتين كما راكم تشوفوا في الفيديو. هذه الوصفه حضرتها بالدهن، شريحه الديك الرومي والرز. رايحين نشوفوا مقادير هذه الوصفه على بركه الله. اول حاجه نغسل الرز ونديرو يغلي ان بول تاع روز مع 3 علي بول نتاع الماء والملح. بعد ما يطيب لنا الروز نصفوه ونحطوه في الطاجين اللي كان فيه قطعه مارغرين ونخلوه نغطوه. النوع تاع الروز اللي استعملتوه هو الروز المفور، يجي بنين، يجي ما شاء الله بلا ما نديروا له حتى اضافات، نغلوه غير بالماء والملح. المقله حطيت قطعه مارغرين، 2 مغارف كبار تاع الزيت وقطع نتاع الدند، نقلوهم مليح. بعد نضيفوا لهم 2 سنينات نتاع الثوم مقطعين، نقلوهم مليح حتى يتحمروا لنا هذوك القطع نتاع الدند ولا الديك الرومي. نزيدوا نصف بصله مقطعه ثان ونزيدو نقلوها مليح حتى يذبل شويه داك البصل. نقلو مليح المقادير تاعنا كما راكم تشوفوا على نار متوسطه. نزيدو كميه من الملح، نقلو مليح المقادير كما راكم تشوفوا في الفيديو. راح نضيفوا كميه من الملح على حساب المذاق. نزيدو نخلوهم يتقلاو مليح بعد ما ضفنا الملح. وبعد ما يتقلاو لنا رايحين نضيفوا لي زيبيس لهنا. نضيف لهم قزبر يابس، بابريكا، زنجبيل، فلفل كحل والقرفه. نقلوهم مليح وما تخلوش لي زيبيس ينحرقوا لكم، راح تجيكم الماكله مره. نحمروهم شويه ومن بعد نحو هذيك لادند ونخلو المقله كيما راهي. نفرغوا فيها الطوماطيش اللي كنا رابيناها، حق 2 حبات هكا تاع طوماطيش. نقلوها شويه ونعاودو نرجعو لي كوب تاع لادند، نضيفوا لها غير شويه تاع الملح وشويه تاع الماء هذيك لا طوماط بعد ما تقلات لنا مليح، ونرجعو هذوك لي كوب نعاودو نفرغوهم فيها. فوالا لو كان نفرغوا مباشره لا طوماط على هذيك لادند تجينا صامطه كاع هذاك شا حضرنا من قبل قليناها وكامل تصمات. وبهذه الطريقه راح تجي ما شاء الله، يجي الدند عنده مذاق روعه. هو اصلا الدند كما تعرفوا خياتي شويه صامت باغابوغ للدجاج. الدجاج يجي بنين بصح الدند لازم يتبل، كي يتبل يجي بنين. ولهنا البنات نقلوهم مليح ونزيدو لهم الزعتر. هنا راح نضيف كميه من الماء غير شويه فوالا، ومن بعد راح نطفي عليها نخليها تغلي 3 مينوت ولا هكذا ونطفي عليها هذه الوصفه وتكون واجده معنا. نحوها من على النار ونفرغوها، وفي نفس المقله رايحين نحضروا لاصوص طوماط. يعني لاصوص طوماط غنيه عن التعريف. في المقله هذيك ما درت حتى حاجه، غير سنه تاع الثوم كرازيتها وزوج حبات تاع طوماطيش رابيتهم قليتهم مليح. ما درت لا زيت لا والو على خاطر المقله كان فيها زيت. ضفت لهم شويه ملح، شويه فلفل كحل وشويه سكر باش نخفضوا لاسيديتي نتاع هاد لا طوماط. نضيفوا لها غير شويه تاع الماء ونخلوها تغلي ومن بعد نطفوا عليها ولاصوص تاعنا راهي واجده. رايحين نشوفوا لو دريساج نتاع لي دو زاسيات. فيما يخص التقديم نتاع هذه الوصفه راح نقدمها لكم بطريقتين. الطريقه الاولى نقدموها مع الرز ومع هذيك الصلصه اللي كنا حضرناها، والطريقه الثانيه نقدموها وحدها. يعني في راسيه الزوجه راح نحط هذا الشاورما وحدها. نتمنى انكم تجربوا الدند بهذه الطريقه، يخرج لكم روعه صدقوني خياتي. كانوا هذو طريقتي التقديم وكان تزيين بسيط جدا، كان بالمعدنوس وخرجوا ما شاء الله. وهذه كانت وصفتنا نهار اليوم، نتمنى انها تنال اعجابكم وانكم تجربوها. ما تنسوش اللايك. نشكركم بزاف على التحاقكم بالقناه وعلى وفائكم لها. الى الملتقى مع وصفات اخرى ان شاء الله. الى ذلكم الحين في امان الله وحفظه. تهلاو في روحكم بزاف. مع السلامه.